السلام عليكم، ازيكم يا حبايباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واسعد حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تتبيله بفتيك اللحم. معايا هنا بصلايه كبيره بالمنظر دوت مقطعاها وهفرمها، ومعايا هنا البهارات بتاعتي ملح وبهارات مشكله وفلفل اسمر وهيل وكركم وتوم بودر وبصل بودر وزنجبيل ورشه جوز الطيب. ومعايا هنا احط معلقه خل، معلقه واحده بس خل احطها مع البصله وانا بفرمها، بس علشان الخل بيعمل الانسجه بيفتتها وبيخليها يعني يخلي البفتيك معاكي مستوي وطعمه حلو. فانا طبعا هفرم دلوقتي البصله واوريكم هنعمل ايه. البصله انا نعمتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بقت عامله زي العصير بالظبط. فانا هحطها طبعا مع التوابل بتاعتي، افضيها واقلبها مع بعض واوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا قلبتها كويس، وادي البفتيك. طبعا لو انت جايباه تخين شويه لازم انت اللي ترققيه. هبدا ان انا امسك واحده واحده كده زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انا قلت لكم الخل ما تحطيش كتير، هي معلقه واحده بس كفايه. والبصلايه تنعميها جدا جدا، يا اما لو المفرمه اللي عندك ما بتنعمش البصل يبقى انت هتعصريه وتاخدي عصير البصل بس. اعمليه زي ما انت شايفه كده لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. طبعا الافضل ان هو يقعد من ساعتين ل3 في التتبيله ديت، او من بالليل للصبح يديكي طعم احلى وافضل. فانا هكمل كميه واوريها لكم. انا خلصته بالمنظر دوت. طبعا حبيب قلبي بتحطيه في التلاجة زي ما انا قلت لكم، والافضل انت تعمليه من بالليل عشان لو عندك عزومه او عندك غدا او حاجه بيكون افضل، ويكون شرب التتبيله بتاعته وبيكون طعمه جميل جدا. وزي ما انا قلت لكم لو انت جايباه من عند جزار تخين يا ريت ترقيه في البيت بسكينه او بشاطور علشان يبقى معاكي كويس. وطبعا عشان تتبليه وتقليه بعد كده في اللي هو البيض والبقسماط والدقيق. اول حاجه تكون محضره معاكي بيض ودقيق وبقسماط. البيض طبعا بتحطي معاه شويه فلفل اسمر شويه ملح، بتربيهم مع بعض وتحطي معاهم شويه حليب او لبن زي ما انت عاوزه يعني، بس هو الافضل طبعا بيكون حليب اللي هو الحليب بتاعنا. تحطي فيه معلقتين 3 وتعمليهم كويس، تقلبيهم كويس. وبعد كده تحطي اول حاجه البفتيك في الدقيق، ومن الدقيق للبن بالبيض، اللي هو الحليب بالبيض، وبعد كده منه على دقيق البقسماط. وبعد كده بتقليه في زيت ما يكونش غزير، يكون يعني وسط، وبالطريقه تحطيه على ورق تنشيف، وبعد كده بتقدميه بطريقتك وبيكون جميل جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده اللي هو ازاي بنتبل البفتيك اللحم، وان شاء الله اعمل لكم واحد تاني برضو بفتيك الدجاج. فاتمنى ان الفيديو بتاعي يكون النهارده خفيف على قلبكم ويعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في قناه مطبخ كريم كوكي، واستودعكم الله مع الف سلامه.